السلامة، مرحبا بكم الناس الكل. مساء النور، مساء الفل والياسمين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة ودبارة جديدة. عملت معاكم سندويتشات يعملوا 66 كيف، والله سهلين على الاخر. بالنسبة الاخت اللي قالت لي راهو ما عنديش فور، نحب حاجة هيك في المقلة. معناها هذايا في المقله راهو ماهوش سندويتشات، اما فوق الغاز، معناها ما غير فور. نحب نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا معنا القناه، نرحب بكم، نقول لكم ان شاء الله يعجبكم محتوى القناه وينال استحسانكم ان شاء الله يا ربي. واللي اول مره تشوفني مازالت ماهيش مشتركه في القناه، تنزل على السابوني تشترك معنا في القناه. ان شاء الله كل فيديو ان شاء الله فيه افاده، فيه وصفه جديده، دباره جديده، سواء كحاجه حلوه سواء حاجه زمنيه، سواء دبارة متاع عشاء. المفيد به فما فكرة وفما إفادة إن شاء الله بقدرة الإله. ونشكركم برشا 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 برشا، محليكم ومحلى كلامكم ومحلى تعليقاتكم، والله محليكم محليكم. إن شاء الله ربي يخليكم وربي يبارك لكم. ولو إنه فما نسبة صغيرة من التعليقات إلا شعلنا فيها، معناها ما تعجبش سبحان الله. فما ناس ما تعرفش تحكي وما تعرفش اللي الكلمة الباهية راهي والكلمة الطيبة راهي صدقة، واللي ما تخممش معناها في الحاجة هذية، وإلا لا علاقة سبحان الله، معناها ناخذ الحسنات نتاعها إن شاء الله. حاصلوا البنات اقعدوا مع الفيديو. راهو ساهل على الاخر، ديجاكم تشوفوا فيه قصير ماهوش طويل، ولو اني نعرف معناها برشا من الوخيات اللي يتبعوا فيها معناها يحبوا ماذا بيهم اطول وقت معايا، وفما اللي ما يحبش، يحب معناها هيك وصفه في ساعه وكهو. هي بقدره الاله وصفه معناها كيما نقولوا احنا معناها رابيد. ان شاء الله معناها تعجبكم الوصفه، ان شاء الله هيك سهله معناها هيك عليكم. ديجا عملتها معناها في الليل وتعبت لكم ان شاء الله معناها ما نعرفش ما 3 وقت اللي في الوقت المعتاد، ما نعرفش اني راهو وقت اللي نحضر الفيديو هيك اما نحاول معناها مش في الليل، معناها خاطر قلت لكم راهو الفيديو معناها دوبه هيك العشيه كهو. هذاك علاش وقت اللي يحضر ان شاء الله معناها هيك يهبط لكم. لحد اللحظه هذه ما عنديش وقت معين. بالنسبه للي تعرفني معناها في قناتي الاخرى يوميات احلام تونسيه، عندي وقت معناها وقت 8 بيل، هذاك وقت الفيديو نتاعنا نتاع الصباح. بالنسبه للقناه هذه مانيش مركزه مع وقت، ان شاء الله معناها ان شاء الله نركز معناها هيك مع وقت ونوليو معناها عندنا الوقت نتاعنا، وقتنا نتاع قناتنا ان شاء الله. ان شاء الله فرجه ممتعه، وما تنسوش تعطيوني رايكم في التعليقات. وكهو لنا باش نعمل كيلة سميد وكيلة فرينة كيما شفتوا. حبيت نحط لكم معناها في صحاف هيك قدامكم باش معناها تفهموني على الكيلة، وعلى يحب معناها الريسيت بالتدقيق. به البنات الصحفة هذيك راهي صحفة متاع شربة، انتم تنجموا معناها تعملوا حتى كيسين ولا تنقصوا في الكونتيتي نتاع الحليب اذا كان باش تعملوا كميه صغيره. لهنا خذيت مغرفه صغيره معبيه معناها ملح، خذيت ساشي خميره نتاع مرطبات، خذيت مغرفه سكر، خذيت شويه فاح نتاع خبز، كيس معناها شويه زيت، كعبه ياغورت طبيعي، و500 مليلتر حليب. احنا مش نشوفوا لما حاله ال 500 باش نحطهم هما الكليكيه، والا نقصوا منهم. جا نقول لكم انتوما كيما ديما نقولها لكم، انتوما والفرينه والسميد كل معناها منوع، وكل مره والسبه معناها ديما هذاك علاش شريتو السوائل، ما نجمش نعطيكم الحكايه نتاعهم. حسيلوا انتم حطوا 500 مليلتر حليب وتزيدوا بالشويه وتشوفوا. لنا حطيت على اساس مش نعمل في العجينه من بعد لي على خاطر كونتيتي صغيره معناها ما عجنتليش بالباهي، وليت حطيت معناها عجنتها بيدي.
حسي كيما شفتوا حطيت مغرفة السكر، حطيت سكر، حطيت الخميرة متاع الخبز، وشوية حليب. خليت الخميرة كيكا تطلع شوية حكاية دريج، معناها دريج من زمان. راني في العادة مش هكا. للي معناها للي يعرفني راني ما نعملش معناها بالحكارات هكا بالضبط، لكن على التعليقات معناها فما تعليقات جاوني قالوا لي معناها اعطينا الحكار بالتدقيق. به البنات حطيت لنا كعبة الياغورت طبيعي راهي محسن، معناها بالنسبة للعجينة راهي محسن. حطيت كعبة الياغورت، خلطتها كيكة كما شفتوني مع الخليط معناها اللي عملته متاع السكر والخميرة وطرف الحليب. وزدت معناها زدت معناها كما شفتوني كيكة طرف حليب، وهذيك خليتها كما قلت لكم باش نشوف معناها روحي لندرا نزيدها والا لا. توا باش نحط حطيت طرف الفيح، وباش نحط السميد ونحط الفارين وطرف الزيت. لما حطيت كيما نقولوا السوائل هذيك حطيتها من الاول نورمال راهو عادي. تنجموا تحطوا الفارينه وتحطوا السميد، ومن بعد تالي تخلطوا عليهم الزيت وتخلطوا عليهم الفيح، لان حبيت معناها معناها اسهل لكم، معناها اسهل هاني. والله البنات راهو معناها الاكثريه، لكن البنات الصغار واللي عرست جديده واللي تلوج معناها هيك على ريسيت سهله. هذا شنو به غربلت لنا الفارينه، ولو اني باقي نعاودها لكم للي يتفرج فيها يعرفني معناها ماهيش من عوايدي. غربلت السميد، وكما قلت لكم لاني حبيت نعملها نعجنها في العجينه، لكن للاسف الكونتيتي صغيره، ولو اني العجينه متاعي راهي 5 لتر معناها هذه صغيره بالكل راهي. وحطيت طرف الملح راهي نحطها هكاكا من الفوق. به الطرف الحليب راني ما زدتهاش باش نكونوا واضحين. اش قلت لكم والله ساعات البنات راني نصبها معناها نصبها الكوليكي، لان هاني قلت لكم لان ما كملتهاش. حاسي نقعد نعجن فيها، ريت اللي يحب معناها ولا ما عندوش عجينه ولا حاجه راهي سهله معناها وتعمل. راهي عملت ما شاء الله معناها حش عينيكم 5 خبزات. سهله على الاخر، ماهيش صعيبه راه والله. لا فما حد شيء صعيب غير الواحد كيما نقولوا يسهلها تسهل، يصعبها تصعب. باهي لنا قصيت عليكم باش ما نطولش عليكم هيك العجنين. راني عجنتها راهو بالباهي لين ولات رطبه. حبيت نوريكم القوام نتاعها راهي طريه ماهيش مش شكلها يابسه. شوفوا البنات طريه والحليب عندكم الحليب والياغورت ديما نقولها لكم راهو محسن. باهي لهنا سيدك باش نخليها نفي ساعه. الدنيا بارده لان باقي نوري فيكم والله تعجبني على الاخر. تبدا العجينه معناها معجونه هيك في حقها، بصراحه تعجبني على الاخر. لان خليتها ترتاح كيما قلت لكم هيك نفي الساعه، ومشيت باش نحضر الحشو متاع الساندويتشات. خذيت 3 كعبات طماطم، 3 سنين ثوم، بصلة قصيتها، قصيت عندي شوية سكالوب هيك فوحتهم، ومعناها فوحتهم. حطيت رس، انتم تقولوا رس حانوت، اكل 7 بهارات هذوكم. حطيت لا اله الا الله محمد رسول الله، شويه فلفل اكحل، شويه فلفل احمر، كركم، ملح، وعندي موتزاريلا. به الموتزاريلا هذيك وحدها معناها خاطي لفاح راهي. بكل واحد شي حباني حطيتك ال7 بهارات، لكن انتم تنجموا تعوضوهم يا اما بالراس الحانوت والا باش تفوحوا دجاجكم معناها الدجاج باش تفوحوه. وفما اللي يفوحوا بالكليل والزعتر. راني اني ديما نقولها لكم قبل نولي هيك نستعمل فك ال7 بهارات، راني نفوح بالكليل والزعتر يبنن معناها يبنن على الاخر الدجاج. خذيت لنا البصل راهو برشا، راني راس كبير مش شكل البصل الشتوي معناها البصل الصيفي باقي ميزال محاله ميزال موجود. خذيت حصيل البصل حطيته هكاك كيما ريتوني في
في طاجين معناها كيكه بالزيت، وخلطت عليه سكالوب، معناها خليت السكالوب لما حلا قسمته هكا على اثنين، قلت خلي يزيد هكا يذبل شويه ونخلط، خاطر الطاجين ماهوش كله كبير برشا. عملت بزيت حشو كيما قلت لكم، راهم 5 سندويتشات. لا اله الا الله محمد رسول الله. طماطم راني مانيش باش نحطها توا، قلت خلي معناها يتقلي بالباهي السكالوب، ومن بعد تالي نولي نزيد على روحي الطماطم، خاطر البصل راهو تشوفوه من بعد تالي معناها البصل مع السكالوب راهو باش يسيب الميم تاعو، باش نخليه حكايه 8 دقائق هكاكا معناها يتقلى هكاكا بالباهي، ومن بعد نولي نزيدلو معناها نزيدلو الطماطم. خلطته لنا لخاطر مقصوصين هكا ترانشيت، والطاجين ماهوش شكل ماهوش كبير. قلتوا لي البارح في التعليقات، قلتوا لي الموسيقى ما عادش تحطها راهي توتر الاعصاب. والله شنو باش نقول لكم، شوفوا البنات كيفاش معناها لنا تقلى راهو بالباهي، وليت زدتك الاربع كعبات طماطم اللي قصيتهم. نرجعوا للموسيقى. الموسيقى قلتوا لي ليه، والله يظهر لي ثلاثه كومنتاريت قيتهم هكا علقتوا على الموسيقى، هاتهم بدلها لكم اني الخاطر والله برشا كومنتاريت معناها جاوني قالوا لي ياسر تحكي ياسر تحكي، واني دي والله هاني قلتها لكم معناها مش نحكي، نحب نوضح معناها نحب نوضح بالباهي. لنا كثلاثة سنينات ثوم ما عصرتهمش، قلت 3 سنينات مش نجبد عليهم العصارة، هي مش لازم. حطيتهم لنا قصيتهم كيما شفتوني كيكا رونديليت بالسكينة. قلت لكم معناها نحب نوضح معناها كيما قلت لكم من الاول، معناها فما راهم بنات تتعلم كيما تعلمنا احنا، مثال كيما اني وحده من الناس الحقيقه قبل واحد يدخل يوتيوب ويدخل ويتفرج ويشوف وما عرفش حاجه معناها يتعلم هكا معناها هكا كيما نقولوا هكا من اليوتيوب. هذا شنو معناها فما معرسين جدد سبحان الله تحب تدلل راجلها، تحب تعمل هكا حويجه، تقول لك ندخل معناها اخي مش ندخل مش نعرفش معناها مش نوضح لها بالباهي شنو معناها، فما حاجات مش تفهمهم، مش كيما فما برشا مثال كيما نقولوا ما شاء الله هكا متعلمين ويفهموا ويعرفوا يطيبوا، يعرفوا حتى لو كان نقعد نهبط لهم فيديو، عرفتوا فيديو صامت يراوني فاش قاعده نعمل، يفهموا شنو عملت. باهي البنات نرجعوا للطاجين، نرجعوا لتشكشيكتنا. لان كما شفتوني بعد ما غلي زدتوا معناها كيكه شويه مي كما قلت لكم حكايه كيس نتاع تاي مي، مش برشا معناها شويه وبرا، قلت باش نضمن اللي السكالوب نتاعي معناها طاب بالباهي، وخليته لين شاح معناها طاجين شاح، وخلط عليه معناها الجرينات الفلفل، قلت لكم لين خليته معناها كيما شفتوه شاح على الاخر، معناها التشكشيكه نتاعي شاحت. جبت لنا العجينه سيي خمرت امورها واضحه، جبتها خرجت لها الهواء نتاعها وحطيتها لنا، قسمتهم حاولت نقسمهم قد كيما قلت لكم مش يجيو 5 خبيزات. حطيتهم لنا باش نكورهم ونخليهم معناها يرتاحوا. بعد ما نكورهم البنات راني كيما نقولوا مش نعاود هكا نعجنهم هكا عجنه خفيفه، ونحطهم معناها يرتاحوا حكايه ربيع ساعه. ديما نحب نعطيكم الوقت، لكن اني راهو والله لا نغزر له جمله، معناها نعرف معناها هكا قديش هكا شويه دريجين ربيع ساعه هكا يرتاحوا. هاني نفكر فيكم بالجيم، هاني كالصباح حطيته في الاكران. علاش بتوا اني مش باخل عليكم بالوصفات وانتم جاماتكم ما فماش. حطيتهم هكا معناها كيما قلت لكم معناها عجنه خفيفه معناها جيستك باش نلمها وتجيني كم دوره، خاطر اني مبعتيلي معناها كيف باش نحلها هاني تجيني معناها سهله، وتبدا اصلا معناها تبدا مرتاحه العجين. ورانا باش نعملوهم كيما قلت لكم في اول الفيديو على المقله،
حتى والله فما اخت عملت لي كومنتير قالت لي اني ما عنديش فور ونحب حاجه معناها كيما نقولوا هكا على الغاز. هاي هذه وصفه على الغاز وراهي بنه عالميه وجربها وتذكرني. وسهله سهله ما تشدش ليد. باهي البنات لنا بعد ما حطيتهم هكا يرتاحوا قلت ننتهز الفرصة ونمشي نزيد نعمل لهم هكا تريف هكا فريت معاهم. ولو اني البطاطا مفقودة ما فماش بطاطا. الحقيقة عندي ما نكذبش عليكم عندي بطاطا لنا معناها قشرتها مصمصتها وخليتها كيكه تستقطر باش ما تبداش فيها حتى نكته ماء. للي يحب البطاطا المقرمشه تبدا بطاطا تبدا تتقرمش. حطيتها لنا هيك تستقطر معناها من الماء هيك بالباهي. ومن بعد تالي البنات راني باش نخلطها بالنشاء. ريتو معناها نحطها في صحفه هيك غارقه ونخلطها بالنشاء ونحط معناها نحط نقليها. جيت لنا هكا للخبيزات متاعي. كيما شفتوني هيك معناها حليتها الدوره هذيك معناها القرصه هذيك حليتها على شكل هكا دائره وباش نرجع عليها كيما شفتوني هيك العجينه ونطبقها على شكل مستطيل. باش نعملهم حطيت الطاجين او ميم طون حطيت الطاجين يسخن وباش نطبقهم على معناها كيما شفتوني ديجا مش نكملهم معناها الكعبات قدامكم. عايش ولدي. ونحط معناها كل تشكشيكه في الوسط ونحط عليها كل الموتزاريلا. لنا الموتزاريلا البنات راني خذيتها عربي. قلت معناها باش تبدا هكا كيما نقولوا كساندويتش يبدا بنين وموتزاريلا كتتمغط معناها كخارجه وكل واحد وش يحب معناها كل واحد وشنو تحب تحطوا معناها في بلاصه الموتزاريلا تحطوا الفرماج معناها كل المثلثات والا رابي والا اللي تحب الموجود عندك معناها مش تربط روحك معناها باحلام شنو حطت ريتو البنات. معناها راهي حتى كشكل مزيانه على الاخر. ولدي ظهر له توا والله من بكري خرنا الحمد لله ابرك شويه هو قاعد يلعب ابرك. نعرف معناها فما برشا 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 متتبعات معايا يعرفوا زيزو وفما اللي جيست معناها يعرفني في القناه هذه كوجينة أحلام تونسية. وبالنسبة للي ما يعرفش قناتي الأخرى هي يوميات أحلام تونسية. هي قناة روتينات تشجيعية شوية كأفكار مع بعضنا كيفاش نعديو يوميات معناها كيفاش نعديو نعدي نهاري نشارككم معناها نهاري كيفاش عديتو مشتريات خرجات تحويسات دورات في السوق حاسيلو برشا كل معناها كل نهار كيفاش نعديه معناها كنصوروا معكم. للي ما يعرفش القناة راهي اسمها يوميات أحلام تونسية خاطر فما وصلني هيك تعليق من عند أخت قالت لي بربي عندك قناة أخرى وإلا لا راني نحب ديما نتفرج على فيديوهاتك. باهي البنات لنا طاجين سخن شعمتلو طيبتها الخبزه مش شيرات الزوز ومن بعد تالي ندور على خاطر هي راهي باش تجي كيما المستطيله وعاليه معناها عاليه شويه. هذاك علاش معناها فما الشيرات الاربعه راهم باش يجيو معناها كلا معناها فم عجينه ماهيش طايبه. هذاك علاش معناها كيما شفتوني اش نعملها نطول بالي هيك معاها وندورها على الكتر فاس نطيبها. جربوها البنات راهي بنينه على الاخر والله بنينه يعني حاولت قد ما نجم حاولت باش ما نعمل لكمش موسيقى على خاطر بصراحه معناها كيما قلت لكم معناها ما نحبش شكون يتقلق معناها معناها من الحديث فهمتوا خاطر الاغلبيه معناها نتاع نقول لكم هيك في القناه الاخرى نحكيو معناها يوصلش الفيديو حتى 40 دقيقه نحكيو معناها مش كيما معناها هكا معناها عندي ريسيت هكا مش نحكي لكم كان على ريسيت هكا في القناه الاخرى نحكيو على برشا حاجات.
حاسيلو هذاك علاش معناها البنات نحب شكون معناها يتقلق معناها من الموسيقى، ولا تنحاول معناها نشوف فيك موسيقى هاديه، ولا نقص معناها نقص والله منقصه فيها، مش نقول لكم نقص في الفوليم، راني منقصه فيها على الاخر، معناها شويه وبر ليك، اما صوتها مزعج بالحق. عايش ولدي والله ساعات نقول له اعطيني وها وما يبوسنيش جمله، راهو هاو ظهر له البوس الكل كيف في المونتاج. يقول لكم حتى هاولينا حتى لنا في القناه هذه حب يرحب بيكم، هو لا محاله مشهور اكثر من القنوات الزوز. لا اله الا الله محمد رسول الله. لنا الخبيزات البنات حضروا امورهم واضحه، كملت قليت لهم الفريت، عملت لهم الفريت كيما قلت لكم، حاولت راني نختصر على الاخر باش ما نطولش عليكم معناها الفيديو. ولو انه زاده كيما قلت لكم راه وصلني كومنتير زاده من عند اخت قالت لي بربي علاش قصار الفيديوهات، زيد طول فيهم شوي. يعيشك لما حاله وبارك الله فيك، اما ما كيما قلت لكم معناها الخاطر نتاع وصفه كهو ما نجمش معناها نطول برشا، الا اذا كان الوصفه معناها تستحق. حسيلو لنا البنات شوفوا ريتو هذاك علاش معناها عملت الموتزاريلا كيما نقولوا عربي، معناها حبيت على الشكل هذاك. والبطاطا نتاعي سي حضرت كيما شفتوها، والله ريتو الكاميرا ظالمتها ماهيش لا درجه معناها غامقه. كيما تعرفوا معناها الخاطر الدبره هذه دبرت عشي وفي الليل، معناها تصوير في الليل الحقيقه ماهوش كيما تصوير في النهار. حسيلوا البنات لنا ريتو جربوها كيما قلت لكم اني لما حالها هاني ظاهره كيفاش راهي مقرمشه والله تعمل 66 كيف. حسيلوا ان شاء الله جربوا الوصفه هذه ان شاء الله. حتى الساندويتشات زاده كيما قلت لكم راهم بنين على الاخر. الطريقه نتاع البطاطا زاده جربوها كيما قلت لكم هكاكا بالنشي، راهي والله تعمل كيف، راني ما نجيب لكمش حاجه معناها ماهيش بنينه. حسيلو كملت معكم الفيديو، نقول لكم باي باي، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله ليلتكم زينه وبسلامه.